صباح الخير عليكم، كي راكم دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. اش تقولي عليها لو كان اليوم رايحه نعطيك وصفه ديريها للفطور رايحه تفرحي بها وليداتك. رايحين نحتاجو فيها كميه من البطاطا اللي تكون كوم من بوم دو تير شارلوت. لازم القشره تاعها تكون صفراء وتكون ليجيرمون الونجي. قطعها مستطيلات شويه غلاط وطيبيها مباشره في الكوشه. نتمنى انك تبعي الطريقه تاعي. هنا عندي كميه من البطاطا غسلتها وخليتها تنشف. زيادة على لي زيبيس اللي راني راح نذكرهم لكم نجمو تضيفوا عليها المعدنوس واكليل الجبل. نحتاجو فيها فلفل اسود، راس الحانوت، الفلفل الاحمر، سكنجبير، خليط الدجاج وشويه تاع الكركم، وبلا ما ننسو الملح بيان سور. دو بريفيرونس ما تكثروش بزاف لي زيبيس باش ما تجيكمش ترو ايبيسي. خلطوا مليح كل هاد المكونات وضيفوا عليها شويه تاع الزيت هكا باش كل بطاطا تاعكم تلصق فيها هادوك لي زيبيس. خلطيها سيدتي مليح بيديك وضيفي لها واحد زوج مكونات اللي يزيد يعطيكم بنه على بنه، اللي هي شويه من لا موطارد وكميه صغيره من الزبده باش تعطيكم الريحه الشابه. دو بريفيرونس انكم طيبوها مباشره في الكوشه، ما ديروهاش في الماء ولو 5 دقائق تغلي باسكو الماء راح يدخل في القلب تاعها وما تجيش نفس البنه. هنا خليها كيما هاك، او لانك تسوي هذوك البطاطات باش تجيكم يعني الشكل تاعها راقي، ومن بعد تغطيها. ضروري انك تغطيها بالبابي سيلوفان باش الهواء وهذاك البخار ما يخرج، بالتالي يولي عليها هكا مستحيل تنحرق لك. خليها في الكوشه على 180 درجه، ديريها في الرف الوسطاني ولا الفوقاني حوالي 25 حتى 30 دقيقه، ومن بعد رايحه تخرجيها وتشوفيها الا تحمرت لك. انا وضعتها في الرف الوسطاني بعد 25 دقيقه. شوفوا هذاك السيلوفان كيفاش تنحى بالمحيط تاع الصني تاعنا، شوفوا كيفاش تحمرت من التحت. هنا راح لي واحد المقطع صغير من الفيديو اللي هو 3 ملاعق كبار من الماء، ديروها هكا باش تديكولا بلا ما تخسروا لها الشكل تاعها. شوفوا كيفاش راهي طريه. هنا سي بون، راني متاكده بلي راهي طايبه. رايحه نقلع لها هذاك الغلاف نتاع السيلوفان ولا الالومنيوم ونخليها تتحمر لي من الفوق. وننصحك انك تزيدي شويه تاع الزيت هكا باش تعطيك قشره دوغي، وتخليه يعاود يتحمر في الكوشه. شعلي عليه من الفوق وخليه يتحمر وطفي عليه من تحت. الا كان الفرن تاعك ما يشعلش من الفوق خليه غير هذيك الحراره هي اللي راهي رايحه تحمرها لك من الفوق. هنا هذا هو طبق التقديم. زدت معاه كميه من الدجاج وشويه تاع الجويه الحاره. كيما راكم تشوفوا البطاطا تاعنا البنه تاعها بزاف بنينه، ريحتها تشهي. القشره ما كانتش ناشفه ولا بزاف يابسه، او كونترير جات طريه. نتمنى انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير وتعجبكم هذه الوصفه وتجربوها للفطور. وصفه اقتصاديه وسهله، في نص ساعه راح تفرحي وليداتك وديري طبق صيفي وبزاف اقتصادي.